ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم بفيديو جديد معاكم في قناه على محمد كروس. لو انت مش مشترك في القناه اشترك، لايك، كومنت حلو. تمام. طبعا النهارده هنشوف الحمام مع بعض، وهنشوف هنعمل ايه عند الحمام، وهنوكل بردك الحمام مع بعض. تعالوا يلا بينا عشان منأخرش عليكم. يلا بينا يلا بينا. طبعا هنعرف موضوع النهارده المسائي والاكل بتاع الحمام. تمام. ده طبعا لسه ما كلفتش الحمام، ده الكريزلي، ودي ده كرناد على الحصى والنتاية اللي واقفة، وهنا مفيش حاجة وهنا مفيش حاجة. تمام. تمام. دي بقى دي النتاية الكريزلي، برضه نطمن عليها برضه مع بعض. أنا لسه طالع بعمل الحمام اهو. النتاية اهي. تمام. تمام. طب النهاردة هنتكلم في موضوع ايه؟ علشان في كذا حد قال لي اتكلم على الموضوع ده، المسائي بتاعة الحمام، تنظيفها وازاي تحط ميه، والاكل بتاع الحمام، الاكل يعني ازاي تحط اكل امتى للحمام الفرد واحد، او للجوز او الزغاليل. تمام. تمام. طبعا هنا ميه اهي، ميه. تمام. ده طبعا فاضي المسائي بتاع الحمام. تمام كده يا رجاله. تمام. طبعا اول حاجه هنعملها ان احنا هنطلع المسائي بتاعت الحمام. لسه طبعا مغير الماء دي امبارح، فان شاء الله هنغيرها تاني النهارده. تمام كده. تمام. اهي زي ما انتم شايفين اهي. دي طبعا ازاي تغسلها وازاي تقدم فيها ميه للحمام ومعاها العلاج. هنشوف كل حاجه النهارده بالتفصيل. بس لسه لو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان نوصل. عايزين بقى نوصل كده 10,000 بسرعه. تمام. تمام. تعالوا بقى نشوف هنحط. بصوا الدنيا اتبهدلت خالص من النتاية دي. بص طبعا العلاج كله هناك اهو. نحط نحط فيتامينات للحمام. طبعا ما فتحتش من زمان، انا هحط فيتامينات اهي. طبعا يا رجاله بعد ما فتحتها اهي بالشكل ده. ده طبعا ذكر اللبان، ده الفيتامين رفع مناعة ومقوي للجسم. دي طبعا حاجات كنت بستعملها زمان لما كان الحمام عندي كان عيان، كان عنده سالمونيلا وحاجات زي كده. طبعا علاج السالمونيلا هنا معانا، فان شاء الله ان شاء الله ما عمرها هنستخدمه تاني. ده طبعا رفع مناعة للحمام بتاعك. بص استنى. بص يا رجاله، طبعا الميزة بتاع الحمام ايه؟ فحاسب وانت بتدلق المية مثلا. خلي بالك وانت مثلا بتدلق المية، هو انا كده باين ولا لا؟ انا كده عايز اعرف انا باين ولا لا. كده باين ان شاء الله. حاسب وانت مثلا بتدلق المية كده، المسقة تقع منك كده، مش هوقعها برضه. تمام كده يا رجاله. طبعا بقى عشان تعرف تغسل المسائل كويس، دي طبعا ميه بالعسل. بص احط شويه في كل واحده كده عشان طبعا تغسلها حلو. تمام كده. كده المسا بتاعتنا اتغسلت. طيب. كده المسا بتاعتنا اتغسلت زي الفل. تمام. ثواني بس اعرفها لكم برضو اهي. فطبعا زي ما انا قلت قبل كده، لما كان بيبقى عندي كميه حمام كتير فكنت بجيب جردل مليان ميه، واي سوائل بقى، اريال، برسيل، يل،
ديتول وبغسل كل مساحة نضيفة، أو ممكن تغطسها في المية بس تسيبها مثلا يوم كامل تبقى نضيفة جدا. تمام؟ تمام. بعد كده تاني حاجة نحط المية زي ما انتوا شايفين كده. تمام؟ اهي كده واضح. تمام؟ تمام. نملى بقى المسح بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين كده، بالسرنجة القمر دي كنت عاملها طبعا للزغاليل اهي، سرنجة زي العسل اهي. تمام؟ فهتجيب كل مسقة نص سنتي، كل مسقة ايه؟ نص سنتي اهي. ثواني تكبت يا جدعان اهي، تكبت مني وانا المشكلة ما عنديش زيها تاني، فان شاء الله دول يكفوا اهي. تكبت مني. تمام. تمام. طبعا بعد ما غسلت ايدي الدنيا زي الفل اهي، اجيب كده المسقة. خايفة مش عايزة تسحب ليه؟ مش عايزة تسحب. ممكن بقى نعمل حاجة حلوة، نجيب الغطا بتاعه كده اهي اهي، كل واحدة نص غطا، نص غطا بس. بعد كده نغسل كده. تمام. بعد كده بقى تجيب اي سرنجة او اي خشبة تقلب تمام كده يا رجالة. تمام. وكده خلص. طبعا بقى هنعرف برضك التفاصيل بعد كده اهي. دلوقتي انا كده مليت مسائل الحمام، بعد كده هنقدمها للحمام بتاعنا. تمام. تمام اهي، دي هنا كبيرة اهي زي ما انتوا شايفين كده. كده قدمنا الحمام بتاعنا، والانصح بقى والاحسن يكون انت معطش الحمام بتاعك حلو، يعني بالليل تحوش الحمام المايه من قدام العصر كده، تحوش المايه من قدام الحمام، وتاني يوم تقعد تقدم له المكون اللي احنا عملناه. تمام. تمام. ده طبعا رفع مناعة يا رجاله. تمام. تمام. حكاية بقى الاكل، حكاية الاكل بص، دي طبعا الكلفة الدنيا اتبهدلت شوية، بص زي ما انتوا شايفين كده الدنيا اتبهدلت، فان شاء الله نظبط الدنيا اهي. الكلفة بتاعتي في كذا حد كتب لي الاكل ده مش هيشبع الحمام ده يعني هيشبعه بزيادة كمان. انا بحط كتير بس في الفيديوهات الشورتس، لما اجي بعمل فيديوهات طبعا ما بحطش كتير للحمام عشان انا كنت بوكله. تمام. الاكل بقى للحمام، الاكل للحمام بص، الجوز مع بعض تحط له بص واحدة زي كده كبيرة كده، وواحدة تاني معاه اهي، واللي تحتيه زغاليل زي كده مرتين في اليوم، لكن اللي مش تحتيه زغاليل مرة واحدة بس، اللي تحتيه زغاليل مرتين في اليوم. تمام كده يا رجالة. تمام. للفرد الواحد مرة واحدة بس اهي بس، دول طبعا مش هيكفوا الفرد التاني. تمام اهي بص اهي.
بس كده. ده كده كان موضوعنا النهارده. تمام كده يا رجاله؟ تمام كده احنا عرفنا ازاي بنقدم المسا ونغسل ازاي المسا، وطبعا قدمنا رفع مناعة الحمام معاكم، وطبعا عرفنا موضوع الاكل كله تماما. تمام كده يا رجاله؟ تمام. تاني حاجه، اهم حاجه تراعي بالله عليك صحه الحمام. يعني مثلا الشباك عندك التيار اللي هو جاي كده، ما ينفعش تحط العيون كده، علشان الحمام ما يجيلوش برد ويدخل في مشاكل كتيره جدا 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 ويموت معاك، حرام. فانت راعي صحه الحمام. بص انا عامل ايه، طبعا التيار اللي هو جاي كده، تمام. فطبعا كنت حاطط العيون كده، فان شاء الله نعمل فيديو ونحط العيون تاني كده بس لما الجو يهدى. بص اهي، ومظبط برضو الدنيا كده كراتين وشويه. تمام كده. اهم حاجه بقى تراعي صحه الحمام زي ايه مثلا، الاكل والميه والتنظيف. طبعا احنا اهم حاجه بس التنظيف بقى عند الحمام. لو تنضفت باستمرار وكويس، الحمام عندك هيبقى زي الفل زي الفل 10/10. تمام كده يا رجاله؟ تمام. وتراعيه بصحة العلاج زي مثلا فيتامينات، كالسيوم، إيه، اي حاجة انت بقى عايزها، اي حاجة. يعني اي علاجات يعني زي كالسيوم، فيتامينات، فيتامينات، معادن كده، املاح، املاح معدنية، تحديقات. التحديق اهم حاجة للحمام عشان صحة الحمام تكون زي العسل. اهم حاجة صحة الحمام عندك يا رجالة، صحة الحمام عندك اهم حاجة. تمام. طبعا كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى تشترك في القناة، لايك، كومنت، سلام.